جدو عبده أو بابا عبده، الراجل الطيب صاحب الملامح الطيبة. ولد عبد المنعم مدبولي بحي باب الشعرية بالقاهرة في 28 نوفمبر سنة 21. اكتشف موهبته وهو صغير، خلص دراسات الثانوية صنايع والتحق بفرقة ساعد قلبك، وده كان سنة 43. سنة 49 تخرج من المعهد العالي للفن العربي، انضم لفرقة جورج أبيض وفاطمة رشدي، وشارك في برنامج بابا شارو. سنة 52 أسس فرقة المسرح الحر، واكتشف كتير من نجوم الكوميديا: فؤاد المهندس، عادل إمام، سعيد صالح، محمد صبحي وغيرهم، وعمل مدرسة المدبوليزم للكوميديا، واللي صار على نهجها كبار الكوميديانات في مصر. الفنان عبد المنعم مدبولي اشتغل سينما وأدى أدوار خالدة زي الأب في فيلم الحفيد. قفشاته الكوميدية اللي لسه فاكرينها لحد دلوقتي: أنا اللي جبت ده كله لنفسي، والبفتيك، إزاي أنسى البفتيك. أفلام تانية كتير، منها فيلم مولد يا دنيا، وإحنا بتوع الأتوبيس. اشتغل مسلسلات أهمهم أبناء الأعزاء شكرا، ولاية ابنتي العزيزة اللي أثبت نجاح كبير. عمل مسرحيات أمتعنا بيها، أهمها دور حسب الله في ريا وسكينة. نال جوائز عديدة، أهمها جايزة من الرئيس السادات، وهناه على أداء دور رائع وقال له مبروك يا بابا عبده. في يوم 9 يوليو 2006 ودعنا الفنان عبد المنعم مدبولي عن عمر 85 سنة بعد صراع مع المرض. الله يرحمك يا بابا عبده.